السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. فيديو النهاردة مهم جدا جدا جدا، وهنتكلم فيه بقى على الكالرز أو الألوان. الكالرز أو الألوان في لغة السي اس اس. أولا لو أنت عايز تغير لون النص، احنا كل ده لسه في تنسيقات النصوص. لو أنا عايز أغير لون النص في السي اس اس بستخدم البروبرتي أو الفورمات اللي اسمه color. بعد كده حضرتك تحط بقى الفاليو بتاعه الكالر دي. هنا بقى في الفاليو بتاعه الكالر هنستنى شويه. ايه الفاليو اللي انا اقدر اكتبها للالوان؟ الالوان في عالم الويب تقدر تكتبها باكتر من طريقه. الطريقه الاولى انك تقدر تكتب اللون باسمه. يعني ايه اللون باسمه؟ يعني ممكن اقول له كده اسم اللون ريد، اسم اللون يلو، اسم اللون جرين، اسم اللون بلاك، اسم اللون بلو. تقدر تكتب اللون اللي انت عايزه باسمه. فممكن اروح اعمل كده، ممكن اروح رايح على ستايل واروح رايح قايل له كده color، واروح رايح قايل له مثلا red، واروح اعمل كده save، واروح اعمل refresh. زي ما انتم شايفين كده الاقي اللون بتاعي اتغير الى هلو وورلد باللون الاحمر. عايز اغير الاسم، ممكن اروح اقول له كده مثلا بلو، اروح اعمل كده سيف ريفرش، ادي اللون اتغير معايا. يبقى انا دلوقتي اقدر ان انا اكتب الكالرز بتاعتي. اول طريقه ان انا اكتب اللون بتاعي باسمه، ولكن انك تكتب اللون بتاعك باسمه ده معناه انك حرمت نفسك من انك تختار درجات كتير قوي للون. كل لون عندي من الالوان في منه 255 درجة. لما بتكتب اللون باسمه انت بتختار درجة واحدة بس من اللون، وفي 254 درجة انت ضيعتهم من ايدك، ممكن يبقى شكلهم افضل في الموقع بتاعك. طب وانا ازاي اقدر ان انا اختار بقى ال 255 درجة دول؟ وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهاردة. أتمنى أن السيشن تكون كانت سهلة وبسيطة. لو حد عنده أي سؤال ما تترددش أبدا في أنك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وأنا دايما موجود عشان أجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم. كنت أنا معاكم أمير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.